السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات فاترينا فيو. النهارده احنا هنتكلم عن ازاي ان احنا نربط المتجر بتاعنا بصفحات التواصل الاجتماعي بتاعتنا اللي احنا بنعمل عليها دعاية وهكذا. الموضوع ده مهم جدا لان ده هو اهميه المتجر. لو انت من الاخر الموضوع ده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده هو مش مهم بالنسبه لك، فانت المتجر اصلا مش مهم بالنسبه لك. بس لو هو انت مهتم بموضوع صفحات التواصل الاجتماعي والمتاجر، فانصحك بشده ان انت لازم تتفرج على الحلقه دي للاخر، لان انت بعدها ان شاء الله يعني هتقدر ان انت تستخدم المتجر بتاعك بطريقه خلينا نقول مور افيشنت، او يعني بكفاءه أعلى. طيب، الاول نتكلم ليه الربط ده لازم يحصل وايه اهميته. صفحات التواصل الاجتماعي هي مش متاجر، بمعنى ان صفحه التواصل الاجتماعي بتاعتك اللي احنا كلنا بندخل عليها وبنحبها فيها ميزه عظيمه جدا، بس فيها برضو عيب، يعني او مش عيب، يعني هي مش مصممه للحاجه اللي احنا عايزينها بالظبط. صفحات التواصل الاجتماعي هي بتساعدك ان نقدر نعرف اهتمامات الناس عن طريق ان هي بتجمع معلومات عننا طول الوقت عشان نعرف احنا بنحب ايه وبندور على ايه. يعني مثلا لو حضرتك مهتم بكرة القدم، بتخش صفحات كتير ليها علاقه بكره القدم، بتسيرش على حاجات ليها علاقه بكره القدم، هتلاقي صفحات التواصل الاجتماعي عرفت المعلومه دي، وبالتالي طول الوقت بتظهر لك حاجات ليها علاقه بكره القدم. لو انت مهتم مثلا بالطبخ، نفس الكلام، هتلاقي حاجات ليها علاقه بالطبخ بتظهر قدامك. طيب، هو بيعرف المعلومه دي ازاي؟ هو بيعرف عن طريق كل حاجه انت بتشوفها. يعني انت مثلا وانت بتقلب في الفيسبوك مثلا يعني انا هتكلم على الفيسبوك، بس انا اقصد كل صفحات التواصل الاجتماعي، سواء فيسبوك، سناب شات، تيك توك، كلهم نفس الفكره. انت لما انت بتقعد تقلب في صفحات التواصل الاجتماعي، انت بتتفرج على حاجات معينه. الحاجات دي الخوارزميات بتاعه مواقع التواصل الاجتماعي بتبدا تحللها، ومن خلالها بتقدر تعرف انت مهتم بيه. طيب، هل بس الحاجات اللي انا بتفرج عليها؟ لا، كل حاجه. انت ممكن تبقى بتكتب حاجه، عملت لايك على صفحه معينه او اعجاب، وقفت على منشور معين او بوست معين تقراه، وهكذا. طيب، بتقدر تحلل المعلومات دي وتقدر تعرف انت مهتم بيه. فلما حضرتك بتروح مثلا تعمل اعلان على اي منصه من منصات التواصل الاجتماعي، هي اوريدي بتبقى، او يعني فعليا بتبقى عارفه الناس بتدور على ايه وانت عامل اعلان على ايه، فبالتالي بتبعت الاعلان بتاعك او المنشور بتاعك للناس اللي هي مهتميه بالمجال ده. طيب، ده كويس جدا. طيب، ايه المشكله؟ المشكله ان المعلومات دي بالنسبه لصفحات التواصل الاجتماعي مش كفايه بالنسبه لنا في حاله المتاجر، لان احنا بندور على العميل اللي بيشتري، مش بندور بس على العميل المعجب بالحاجه وخلاص. احنا عايزين حد يعني يعمل الاكشن ان هو يخش يشتري المنتج بتاعنا. فتعالى نتخيل مثلا ان انت بتبيع مثلا تيشرتات او موبايلات او ايا يكن الحاجه اللي انت بتبيعها. لو انت مثلا دخل العميل دخل على هنعمل تو سيناريوز او يعني مثالين. المثال الاولاني هو دخل على صفحه التواصل الاجتماعي بتاعتك، ودخل عجبه منتج معين، وبعد كده رفع سماعه التليفون او كلمك على الواتساب، وفي الاخر قدر ان انتوا تتوصلوا على ان هو قال لك ان هو عايز المنتج. طيب، تمام، العمليه دي تمت كديل، بس في مشكله. المشكله ان الفيسبوك او الخوارزميات بتاعه مواقع التواصل الاجتماعي ما عرفتش ان العميل اللي اشترى هو مين، فما بتفرقوش، ما تقدرش تفرق ما بين العميل اللي بيشتري ما بين العميل اللي هو المعجب، وهكذا. فطول الوقت هتلاقي الاعلانات اللي انت بتعملها على صفحات التواصل الاجتماعي هي بتروح لمساحه اوسع، مش كلها عملاء احنا بنستهدفهم بالشراء. طيب، تعال بقى نتخيل السيناريو التاني. احنا ربطنا المتجر بتاعك بصفحات التواصل الاجتماعي بتاعتك، فبالتالي العميل شاف المنتج بتاعك على صفحه التواصل الاجتماعي، فدخل على المتجر بتاعك، فبدا يتصفح المتجر ويشوف المنتجات، وانت حاطط 3 4 منتجات او اكتر من منتج، فهو عمال يتفرج عليهم، وبعدين اخذ المنتج ده اضافه للسله، وبعد كده تمم عمليه الشراء. في السيناريو الثاني ده احنا بنبعت للفيسبوك كل التفاصيل بتاعه العميل، كان مهتم بايه وشاف ايه وهكذا. لان هو لما دخل المتجر بتاعك يتفرج على المنتجات، عجبه مجموعه منتجات او اضاف منتج معين للسله او اكتر، او ان هو تمم العمليه، وان العمليه تمت وان هو اشترى. المعلومات دي بيتم بعتها تاني لمواقع التواصل الاجتماعي اللي انت بتعمل بيها، اللي هي مربوطه اوريدي بالمتجر بتاعك. طيب، اهميه ده في ايه؟ اهميه ان احنا لما المعلومات دي بتحصل بيبدا يفرق ما بين العميل اللي اشترى والعميل اللي ما اشتراش. لان انا لما رفعت سماعه التليفون في الحلقه الاولانيه وقلت لك ان انا عايز التيشيرت الفلاني، المعلومه دي ما اتسجلتش، فالخوارزميات ما عرفتش ان فلان محمد او علي او ابراهيم او نوع ايا يكن اشترى المنتج. بس في الحاله الثانيه لما هو ضاف المنتج للسله، وبعد كده تمم عمليه عمل ارسال او حفظ او كده، المعلومه دي بتتاخد وتتبعت لخوارزميات الفيسبوك. طيب، ايه اللي هتستفيده لما ده يحصل؟ اللي هتستفيده ان الفيسبوك عرف الفرق ما بين العميل اللي بيشتري والعميل اللي ما بيشتريش، فبالتالي هو عرف مين العميل اللي اشترى المنتج بتاعك، فبالتالي ياخد
البروفايل بتاعه ده ويشوف ناس شبهه ويبدا يبعت لهم الاعلانات اللي انت بتعملها او المنشورات اللي انت بتعملها. فبالتالي حصيله ده كله في الاخر ان يجي لك عملاء اكتر هي مهتميه، او ان هي مش مجرد بس مهتميه، لا ده هي كمان عايزه تشتري المنتج بتاعك. فدي اهم ميزه في موضوع ان انت تربط المتجر بتاعك بصفحات التواصل الاجتماعي بتاعتك. يعني هم من الاخر بيكملوا بعض. المتجر لوحده لو هو محدش يعرف عنه اي حاجه، هو بالتالي هو هيبقى كويس ان هو يعرض المنتجات، بس في نفس الوقت هو في حد ذاته مش هيقدر يوصل المنتجات بتاعتك لعملاء تانيين. وصفحات التواصل الاجتماعي هي كويسه طبعا، بس مشكله ان في معلومات ناقصه مش هتبقى موجوده غير لو حصل ربط ما بين المتجر بتاعك وما بين صفحات التواصل الاجتماعي. فبالتالي انت بالشكل ده انت بتحقق اعلى نسبه لو انت بتعمل اعلانات مثلا مموله، او حتى ما بتعملش، انت بس بتشتغل ان انت الصفحه بتاعتك بالبوستات اللي انت بتحطها او كده. اللي بيحصل ان الصفحه بتاعتك كده هتبدا ان هي توصل لعملاء افضل، لعملاء تركيزهم في المبيعات اكتر، وهكذا. فده كده باختصار شديد جدا ايه اهميه الموضوع ده. فاحنا هنتكلم دلوقتي النهارده ان شاء الله ازاي هنربط الفيسبوك والتيك توك الاثنين، ازاي نعمل ما بينهم ربط ما بين الفيسبوك وما بين التيك توك على المتجر. وممكن نتكلم عن مثلا سناب شات او جوجل وهكذا. تمام، يلا بينا يلا بينا. اول حاجه بنعملها، خليني ابدا من هنا. اول حاجه انت بتعملها بتدخل، احنا دلوقتي هنتكلم عن الفيسبوك، فاحنا اول حاجه بنعملها احنا هندخل على فيسبوك بيزنس او بيزنس سوت. تمام، طيب اهوت دخلنا اهوت على الصفحه. هندخل على تولز وهندور على العلامه دي، شايف اللي هو الايفنت مانجر، عشان لو انت عامله عربي فانت هتبقى بتدور على العلامه دي. دي اسمها علامه الايفنت مانجر، هنقف عليها كده. وهنختار حاجه اسمها داتا سورس، برضو بص على العلامات عشان لو انت عامله عربي او كده. طيب انا كنت عملت مثال اهو تجريبي قبل ما ابدا الفيديو ده، فاحنا هنعمل واحد شبهه. خلينا الاول نفتكر احنا كان عندنا متجر اسمه ناجي ستور. ناجي ستور ده اللي احنا عملناه. هنيجي هنا من اداره المتاجر والمنتجات. تمام، هدخل على التعديل، تعديل المتجر. تمام، في تعديل المتجر في حاجه هنا اسمها اعدادات السوشيال ميديا. هنلاقي عندنا هنا الفيسبوك وعندنا التيك توك وعندنا سناب شات وعندنا جوجل. ديت مواقع التواصل الاجتماعي او اهم مواقع التواصل الاجتماعي اللي احنا نقدر نعمل بيها ربط. طيب ده مثال انا كنت عملته قبل ما اسجل التسجيل ده عشان اربط المتجر اللي احنا عملناه. خلينا برضو اوريكم. بصوا دي نتائج اهوت، يعني دي نتائج ده معناه ان الربط السليم. انا عملت هنا ناجي شوب 1 ديمو اهوت. طيب خلينا نعمل واحد جديد. هنضغط هنا على كونكت داتا، هنختار من هنا ويب، وهنقول له كرييت نيو داتا سيت. هنسميها اي حاجه، انا هسميها ناجي ستور 1 تيست. ممكن اكبر ده كده، نقول له فينش. تمام، طيب دلوقتي احنا هوت عملنا ناجي ستور 1 او ناجي ستور تيست. لو انت دخلت عليها كده هتلاقي لسه مش مربوطه. بس انت دلوقتي ده اللي هو بنسميه البيكسل اي دي. تمام، احنا لو خدنا البيكسل اي دي ده كده وجينا على الستور ده حطيناه هنا كده. تمام، ماشي. هنيجي هنا في الاوفر فيو اهوت، هندخل بعد كده على التيست علشان كمان نعمل الكونفرجن اي دي. هننزل حاجه اسمها جيت اكسس توكن. هناخد التوكن ده، خلاص احنا كده اخدناه. هنيجي هنا على صفحه التعديل ونحط رمز التحويل ده ونعمل حفظ. طيب دلوقتي هو المفروض بقى جاهز. احنا كده محتاجين بقى خطوه واحده بس،
ان احنا ازاي نختبره عشان نتاكد ان هو سليم، ان هو شغال سليم. نقفل بقى كل الحاجات دي كده. نعمل حاجه اسمها تيست. بص، شايف التول، شايف العلامه دي تقول لك ان السيت اب ده بقى شغال مظبوط. 2 بيكسل فاوند والناجي ستور. يعني تعالى كده نشيل كده ونضيف تاني. بص ايه اللي حصل، في اكستنشن كده اسمه ميتا بيكسل ميتا بيكسل هيلبر. تمام، اللي كده احاول اشوف. ده كده معناه ان السيت اب ده بقى شغال مظبوط. اول حاجه قال ان احنا دخلنا في الصفحه دي، وتاني حاجه قال ان احنا ضفنا المنتج دوت للكارد. تمام، فاحنا كده بقى نقدر نقول ان الفيسبوك يعني مربوط كويس بالمتجر. طيب احنا دلوقتي عايزين نتكلم عن ازاي هنربط التيك توك. فعلشان نعمل التيك توك انت محتاج تروح لحاجه اسمها تيك توك ادز. ده المكان اللي احنا هنعمل منه البيكسل بتاع التيك توك. تمام. طيب علشان تعمل لنفسك اكونت افتح جوجل عادي خالص، دور على تيك توك ادز. هيفتح لك طبعا، اختار اول اختيار قدامك يعني. بعد ما انت بتختاره هيفتح لك اللي هو تيك توك بزنس. هنا هتلاقي ابدأ، اضغط عليها، هيدخلك على طول على ان انت تعمل لنفسك اكونت. بس كده. طيب اول حاجه انت بتعملها، انت بتعمل لنفسك حساب. انا عشان انا عملت برضو حساب قبل كده، فهو متجور عن موجود لي حساب خلاص. بس انت المفروض قبلها، انت قبل ما بتيجي هنا المفروض ان انت هتعمل لنفسك حساب، وبعد كده المفروض هتظهر لك الصفحه دي. طيب بعد كده هندخل على حاجه اسمها تولز. تمام، ايفنت. كويس. هنبدا نعمل من اول وجديد، هنعمل بيكسل جديد خالص بنفس الطريقه. بنعمل داتا سيت، والداتا سيت دي بناخد البيانات اللي فيها. هنختار ويب. هندخل هنا اسم المتجر بتاعنا اللي هو كان ناجي. هنختار مانوال. نختار اول واحد اللي هو تيك توك بيكسل بلس ايفنت اي بي اي. هنسميه برضو ناجي ستور 1 تيست. تمام، تيك توك. او خلاص مش لازم. نقول له نيكست، نقول له نيكست، نيكست، نيكست. يعني كل الحاجات دي مش محتاج تعمل فيها حاجه. هنيجي هنا بس عند النقطه دي، هنقول له جنريت اكسس توكن. اهوت ادي الاكسس توكن بتاع التيك توك اللي احنا عملناه. هناخده بنفس الطريقه. هنيجي هنا نحطه هنا في التيك توك اهوت، وهناخد ده رقم البيكسل اي دي اهو، هناخده هو كمان. نقول له نيكست، نحطه هنا ونعمل حفظ. دلوقتي انا المفروض ابقى ضفت التيك توك بطريقه صحيحه. تعال نحاول نختبر كده نشوف شغال ولا لا. طيب والمفروض ان انا اعمل له سكان بالموبايل. اعمل له سكان بالموبايل هنا، والمفروض بعدها هيبدا يظهر هنا الايفنت. هجهز بس الموبايل، وبعد كده هبقى اعرض لكم دوت ان هو عرض البيانات يعني. دلوقتي احنا ان شاء الله هنبدا نربط سناب شات بالمره، ويبقى خلاص خلصنا اهم 3 منصات. تمام، يلا بينا. طيب اول حاجه هنعملها، هندخل على سناب شات بزنس. سناب شات اللي هو هنلاقيه موجود هنا.
بعد كده هندخل على حاجه اسمها بيكسل. طبعا انا كنت عملت الاتنين دول عشان كنت بجرب، فهنعمل واحد جديد هنسميه بنفس الاسم اللي احنا سمينا بيه قبل كده، ناجي ستور 1 تيست. نعمل كرييت. طيب احنا كده خلاص بقى معانا البيكسل اي دي. دلوقتي احنا كمان محتاجين بعد ما بقى معانا البيكسل اي دي خلاص كده، محتاجين اللي هو الاكسس توكن. بنجيب الاكسس توكن منين؟ بندخل على بزنس ديتيلز. تمام، هنيجي هنا ونعمل جنريت. طبعا يعني ده فور تيست او يعني الاختبار فقط. طيب هناخده معانا وبعد كده نروح للمتجر بتاعنا ونضيف هنا ده رمز التحويل اهوت، وهنضيف نرجع بقى للبيكسل اللي احنا عملناه، ناخد البيكسل نمبر ونحطه هنا. انت كده ربطت زي ما انت شايف الفيسبوك والتيك توك وسناب شات. اتبقى جوجل، بس جوجل يعني ده موضوع مختلف شوية، فهنعمل له ان شاء الله فيديو مستقل. بس انت كده ربطت باهم المنصات اللي موجودة لمواقع التواصل الاجتماعي. نرجع بقى للسناب شات نعمل له حفظ الاول. طيب احنا كده المفروض عملنا له حفظ، هنحاول ان احنا نختبره عشان نشوف شغال ولا لا. هنضغط على نشوف الايفنت يعني. هنختار الايفنت اللي احنا عملناه او الداتا سورس اللي احنا عملناها دلوقتي. زي ما انت شايف كل حاجة اهيت موجودة. طبعا نو اكتيفيتيز لان احنا لسه ما عملناش اي حاجة. زي ما انت شايف هنا الرسالة دي بتقول لك، وعلى فكرة ده في كل المنصات، ان الموضوع ده ممكن ياخد 30 دقيقة على ما يظهر. فاحنا ممكن بس ان احنا نعمل تيست عشان نتأكد ان هو شغال، لان مفيش اي اكشن بيظهر هنا غير بعد 30 دقيقة. طب دلوقتي احنا حوالي بعد 3 ساعات. احيانا السناب شات بالذات والتيك توك بياخد وقت شويه على بال ما ان هو المتجر يسمع ويبقى بيقرا قرايات صحيحه. احنا دلوقتي بعد حوالي 3 ساعات، فانا بصيت دلوقتي وسناب شات المفروض خلاص ان هو بدا يقرا من المتجر. يعني بص اهوت خلاص احنا عندنا توتال 15 ايفنت، بحيث اشوف في اي قرايات. ولو احنا شفنا تحت كده هنلاقي ان هو بدا يقرا قرايات موجوده في المتجر. نفس الكلام في التيك توك. زي ما انت شايف اهوت بدأ ان يحصل فيه قرايات على ناجي ستور 1 اللي احنا عملناه، وهنا برضو كان على ناجي ستور 1 اللي احنا عملناه، والعلامة بقت زرقاء بقت خضراء، معناه ان هو بقى اكتف خلاص. احنا لو نزلنا تحت بقى هنبدأ نلاقي ان في داتا هي بتبدأ ان هي تتقرا في التيك توك. كده احنا خلاص نبقى قدرنا ان احنا نربط المتجر بتاعنا بكل صفحات التواصل الاجتماعي. ده كان الفيديو بتاع النهارده. ان شاء الله الفيديو القادم هنبدا نتكلم شويه عن حاجات جوه فاترينا فيو. يعني هنتكلم عن ازاي ان انت مثلا تضيف عروض، ازاي ان انت تستقبل الاوردرات بتاعتك، ازاي ان انت تشحن البطاقه بتاعتك، وهكذا. هنتكلم في الحاجات دي في الفيديوهات الجايه. فلو انت لسه ما معكش متجر معانا اعمل متجر النهارده. ولو انت مهتم بالمحتوى ده اعمل لنا فولو وسبسكرايب عشان تشوف فيديوهاتنا الجديده. وشكرا ليك. السلام عليكم.